فضل الله عشر ذي الحجة على غيرها من الأيام، وجاء فيها نصوص عجيبة مليئة بالكنوز والخيرات والأجور العظيمة لمن أراد الخير. يكفينا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب، وفي رواية أعظم، وفي رواية أفضل إلى الله من هذه الأيام العشر. يا الله، أعظم وأفضل وأحب، فأين المستثمرون؟ أين المتنافسون؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فهذه الأيام من شعائر الله يجب تقديرها وتعظيمها، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.